بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب إن شاء الله. هنعمل مع بعض طبعا حلويات ورمضان بيحب الحلويات الشرقية. هنعمل النهاردة مع بعض طريقة سهلة وبسيطة للجلاش، من غير ما نرص بقى وندهنه ورقة ورقة وكل الكلام ده. لا، احنا هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد معانا وقت، وخصوصًا إن إحنا في رمضان مش عايزين نقف كتير في المطبخ. هنعمله في 5 دقايق وهنطلع على طول. بُصّي بقى، شكله حلو وجميل ومش معجِّن ولا مكتوم ولا أي حاجة، مورّق. عايزة أقول لكم أنا ما خدتش وقت في تحضيره ولا في تجهيزه، وحتى هو في أكله كمان ما خدش وقت، يعني خلص بسرعة، بسرعة كده. بُصّي مورّق قد إيه وشكله جميل. أول حاجة هنعملها مع بعض طبعًا هي الشربات أو الشيرة أو السيرب. هنحط كوبايتين من السكر وعليهم كوباية ونص من المية، ومش هقلبهم ولا أي حاجة. أنا هحطهم على طول على البوتاجاز وهسيبهم لما السكر يدوب لوحده، يعني لما الشربات يغلي والسكر يدوب خالص هنزل عليهم بعصرة نص ليمونة، أو لو عندك عسل جلوكوز ممكن تحطي معلقة صغيرة، ولو عندك ملح ليمون ممكن تحطي برضو نص معلقة صغيرة. بس خلاص هو هيغلي دقيقتين وهاطفّي عليه وهاسيبه على جنب دلوقتي ويبرد معايا. معايا بقى إيه، لفة جلاش. بُصّي هي الكمية اللي أنتِ عايزاها، بس أنا عملت الصينية بتاعة النهارده دي بلفة من الجلاش. مش مهم إن الجلاش عندِك يكون سليم، أو لسه جايباه طازة، يعني عادي ممكن يكون موجود، ممكن تكون في ورقة متقطعة، يعني أي حاجة، لإن إحنا مش هنرصه ولا يعني مش هيترص وندهن والكلام ده كله لأ. أنا هاوريكِ النهارده طريقة سهلة جدًا ومش هتاخد معاكِ وقت ومش هتاخد برضه معاكِ دهون كتير. بُصّي أنا جبت الصينية بتاعتي وحطيت فيها ورقة زبدة. لو أنتِ الصواني بتاعتِك تيفال مثلًا أو ما بتلزقش، ممكن تعملي فيها من غير ما تحطي ورق الزبدة. عايزة أقول لِك كمان إن ورق الزبدة اللي عندي أنا كنت لسه جايباه وما جربتوش قبل كده، وما أعرفش إن كان بيلزق يعني من النوع الكويس والّا لأ، بس هو ما طلعش نوع كويس. طلع يعني بيلزق الحاجة. أنا لو كنت جربته وكنت أعرف إن هو ما يعني الحاجة بتلزق فيه كنت دهنته بأي يعني بحتة زبدة أو حاجة، بس أنا يعني فكّرت إن هو من النوع الكويس اللي أنا باجيبه كالعادة، فما دهنتش الورقة بتاعة الزبدة بتاعتي. لكن أنتِ لو ضامنة الورقة بتاعتِك خلاص، يعني لو عارفة إن هي بتلزق الحاجة ادهنيها، عارفة إن هي ما بتلزقش ما تدهنيهاش. مسكت بقى الجلاش بتاعي هو ورقة، ورقة، وباكرمشها كده وبارصها في الصينية من غير أي حاجة. بُصّي ما لهاش شكل معيّن ولا أي حاجة، لأ أنتِ بتكرمشيها كده عادي خالص وبترصيها جنب بعض في الصينية، بتخلّي الحتة اللي هي المتساوية هي اللي من تحت، والكرمشة هي اللي من فوق، لإن الكرمشة اللي من فوق دي هي اللي هتدّينا الشكل الحلو اللي أنتِ شُفتيه في أول الفيديو، بيبقى شكلها حلو وجميل. وبصراحة أنا باحب الكرمشة بتاعة الجلاش دي أكتر من إنه يكون متساوي ومرصوص ومتقطّع كده بالتساوي خالص. هتفضلي تكرمشي كده فيها ترصي جنب بعضه لغاية ما تخلّصي الكمية كلّها. عايزة أقول لِك وأنا باطلّع ورق الزبدة معايا لزّقت وده كان مضايقني جدًا، بس الحمد لله قدرت إن أنا أطلّعها والصينية ما تبوظش معايا. فأنتِ لو مش عايزة إن أنتِ تطلّعيها من الصينية وهتقطّعيها على طول، يعني هتقطّعيها من الصينية مباشر على طول، خلاص استغني عن الخطوة بتاعة ورقة الزبدة دي خالص. يعني لو أنتِ مش هتطلّعيها على الصينية برّه أو على طبق برّه، عادي ممكن تستغني عن الخطوة بتاعة ورقة الزبدة، ما فيش مشكلة. معايا هنا معلقتين كبار من السمنة أو الزبدة براحتك، اختياري زي ما أنتِ عايزة. أنا بس طلّعتها سيّحتها بس مش سخنت ولا أي حاجة لأ، هي بس سيّحتها ونزلت عليها بكوباية ونُص من اللبن الحليب.
طيب اللبن ما يكونش طالع من التلاجة، يعني يبقى ساقع أوي علشان ما يخلّيش الزبدة أو السمنة معايا تتجمد، وفي نفس الوقت ما يكونش سُخن، لإن اللي أنا حطيته دلوقتي معاكم ده معلقتين من النشا، فبرضه اللبن لو سُخن هيخلّي النشا تتكلكع معايا. معايا معلقة من الbaking powder، دي بتخلّيه هَشّ ومفرّغ وبيبقى جميل وما بيبقاش يعني مكتوم في بعضه. وحطيت معايا دول تقريبًا كده يعني 4 معالق من السكر، يبقى زي ما قُلنا اللبن الحليب يكون دافي، دافي بس مش سُخن، وحطيت ظرف من الفانيليا والزبدة أو السمنة تكون متسيّحة برضه ما تكونش سخنة، ما فيش أي حاجة تبقى سخنة علشان النشا بتاعي ما يكلكعش معايا. خلاص أنا يعني قلّبت المكونات كلّها مع بعض وسقيت بيها الجلاش بتاعي. عايزة أقول لِك الطريقة دي بتخلّيه حلو جدًا، يعني دي تعتبر كيكة جلاش، بتبقى جميلة. هتدخّليها الفرن، لو الفرن بيشتغل من فوق ومن تحت هتولّعي الفرن تحت وفوق، بيشتغل من تحت بس، يعني لو بيشتغل كل حاجة لوحدها خلاص شغّليه تحت، وبعد ما تستوي كويس معاكِ وتشوفيها تلاقي إن هي من تحت احمرِت وخدت لون كويس، شغّلي عليها الشواية لغاية ما تاخد معاكِ اللون اللي أنتِ شايفاه ده. طلّعتها من الفرن، لكن يعني لو بيشتغل فوق تحت وفوق خلاص حطّيها على الرف الوسطاني، وولّعي من تحت وفوق وهتبقى معاكِ جميلة كده. طلّعتها من الفرن وسقيتها بالشربات بتاعها. أنا غطّيت عليها يعني 5 دقايق بس كده بأي غطا أو أي صينية أي حاجة، غطّيت عليها علشان الوش بتاعها يطرى معايا، لإن أنا مش باحب الوش بتاعها يكون ناشف أو مقرمش. نقلتها زي ما قُلت لكم أهو، من ورقة الزبدة والصينية على صينية تانية، علشان أنا يعني ما كنتش حابة إن أنا أخلّيها في نفس الصينية. بُصّي اللون بتاعها لون دهبي وجميل. قطّعيها بقى، عايزة تقطّعيها مربعات، مثلثات، براحتك زي ما أنتِ عايزة في طريقة التقطيع، وهتقدّميها. عايزة أقول لِك كانت حلوة جدًا، وسهلة وسريعة، وما خدتش معايا وقت خالص. آآ وكل سنة وأنتم طيبين، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، ولو أنتم مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. هنعمل مع بعض فيديوهات حلوة جدًا وحاجات لرمضان تسهّل عليكِ الوقفة في المطبخ وتسهّل عليكِ كل حاجة، عشان تلاقي وقت للعبادة وتلاقي وقت للصلاة، وما يبقاش كل اليوم بتاعنا ضايع في المطبخ. وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.